ما كنتش اتخيل خالص ان دي تبقى النتيجة، يعني بعد اللي حصل وانا بشتغل، يعني مش معقولة ان البسكوت كان يطلع بالشكل ده، يعني استحالة كنت اصدق بعد اللي حصل ان البسكوت ينجح معايا ويطلع بالشكل ده. بعد ما كنت مكلفة عليه وصرف عليه كتير، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان مبارك عليكم علينا يا رب العالمين. خلاص عدى رمضان، خلص، يعني ما عادش فيه الا كام يوم. فربنا يعيده علينا يا رب وعليكم، واحنا في احسن حال يا رب. وخلاص العيد هل يعني جاي بفرحة، ان هو جاي ورايح بفرحة اللي هي العيد، يعني جاي بفرحة ورايح بفرحة. فالعيد جاي علينا كده، ربنا يجعله عيد سعيد علينا جميعا يا رب. فاحنا بدأنا طبعا نعمل حاجات العيد، عملنا الكحك والنهارده بنعمل البسكويت. صحيح انا حصل لي مفاجأة وانا بعمله، مفاجأة كبيرة جدا. ما كنتش اتخيل ان النتيجة تطلع كده، بس الحمد لله ربنا سترها معايا. وطلع يعني النتيجة مبهرة واحسن من ما انا كنت اتخيل. اول حاجه خالص زي ما انتم شايفين، احنا هنعمل 3 كيلو من الدقيق. هنعملهم بسكوت. قبل بقى، فانا بعاير الوقت السمنه. هي السمنه كل كيلو دقيق بياخد معانا كوبايتين سمنه وكوبايه ونص سكر بودر. لازم يكون السكر بودر علشان البسكوت يطلع معانا خفيف ويبقى يعني يبقى حلو معانا كده ويبقى مقرمش. لكن لو حطينا السكر حبيبات هتلاقيه طالع معاكي تقيل قوي وممكن يفرش معاكي في الفرن وما يبقاش احسن حاجه. فلكن اهم حاجه ان الدقيق يكون مطحون. نطحنه ونعايره. كل كيلو دقيق بياخد كوبايه ونص من السكر البودر وكوبايتين من السمنه. والسمنه طبعا ما بتبقاش مقدوحه ولا مسخنه ولا حاجه، بدرجه حراره الجو. زي ما انتم شايفين. فانا اول حاجه خلاص حطيت السمنه عيرتها ورحت محطه فوق السكر. وهبدا بقى ادوبها مع بعض. لو عندك بقى عجانه اعملي في العجانه، عندك مضرب بايديكي اعملي. طبعا كل ست بيت ايديها نظيفه جدا وما بتعملش لبيتها ولولادها الا ويكون ايديها نظيفه وفي احسن حال. فانا ايدي نظيفه فهعمل بايدي. انا عندي المضرب، ولكن المضرب بتاعي معلق، يعني ايه، ما بيشتغلش الا احط الفيشه يفضل شغال. اجي افصله من الزراير بتاعته ما بفصلش، فعشان كده ما اشتغلتش بيه. بس هعمل بيه حاجه تانية في الفيديو برضه هتشوفوها معايا. دلوقتي شوفوا العجينه، هي ان البسكوت السكر مع السمنه، شوفوا عامل ازاي. هنقعد بقى نرب فيها كده ولوبها لحد ما تبقى عامله زي الكريمه. يعني تبقى عامله زي الكريمه بتاعت الحلويات، اللي هي الكريمه السايله. هتبقى سايله معانا وهتفتح وهتلاقيها بتمط كده. وتفضلي تضربي لحد ما توصلي للدرجه دي. لكن ان احنا مثلا اهو، شوفوا عامله ازاي، شوفوا شكلها عامل ازاي. وتحس اصلا ان من كتر ما احنا بنرب فيها وبنقلبها بتدخل فيها الهواء، تحس ان الكميه زادت، مع ان انا ما زودتش حاجه. هي دي نفس الكميه اللي انا معايرها قدامكم. دلوقتي بقى انا بحط الدقيق، ودي الغلطه اللي انا غلطتها النهارده في الفيديو. المفروض ما كنتش احط الدقيق دلوقتي، انا كان المفروض احط البيض، يعني بعد ما ربيت السكر والسمن. كان المفروض بقى اروح حاطه البيض واعمل وابدا بقى ايه، اعمل الخليط السائل كله. لكن انا نسيت خالص، البيض كان محطوط جنبي كده، وانا عشان قعدت ارب كتير فنسيت البيض. فروحت نازله بالدقيق بس بعد، الحمد لله، يعني قبل ما احط السائل اللي انا هعجن بيه اللي هو اللبن. هلحق نفسي وهفتكر البيض وربنا، وهنشوف هنعمل معاه ايه. والنتيجة بصراحة طلعت معايا غير ما انا كنت متخيلة. يعني انا صارفة بقى دقيق وسمنة وسكر وبيض وكل ده. كنت خايفة لبعد ده كله النتيجة تطلع صفر، ان انا ما ينجحش معايا وكده. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجح وجاب كمية كويسة جدا، وانا راضية تماما 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 عن النتيجة. ان والله احسن من بتاع المحلات واوفر بكتير كمان. فزي ما انتم شايفين اهو، انا كده خلاص لحد كل الوقت ده وانا لسه ما اكتشفتش البيض. حتى البيض لو بصيتوا في الفيديو، البيض هناك اهو انا ما شفتوش خالص، مش فاكراه. المهم انا جبت حوالي كوبايه لبن، وهحط فيها بقى ايه الروايح اللي بتخلي ريحه البسكوت حلو. واول حاجه ريحه البرتقال بيبقى حلو قوي قوي في البسكوت، برضو بيخلي له الريحه حلوه وطعم. وكمان ازازه جوز الهند. ازازه جوز الهند دي كبيره، انا حطيت ازازه بحالها وحطيت ازازه برتقان. ريحه البرتقان. لو عايزه تحطي بقى موز حطي زي ما انت بتحبي. وطبعا انا هحط فانيليا عشان البيض، بس كل ده وانا ما افتكرتش ان انا
ان انا احط البيض، فعشان كده الفانيليا كنت ناسيها خالص اهو. ودي طبعا على طرف المعلقه كده لون اصفر، عشان يخلي البسكوت ما يبقاش معانا ابيض فاتح قوي، لا يبقى لونه ايه مصفر شويه زي لون البسكوت. فانا حطيت حاجه بسيطه، ولو احتجت هبقى ازود، وانا الحمد لله بعد الحبه دولت ما احتجتش خالص، لان اللون طلع معايا حلو قوي والمطلوب كده والحمد لله اهو. كل ده وانا بدوب كده كنت لسه ما اكتشفتش الكارثه اللي انا عملتها، ان انا نسيت البيض. طبعا لو كنت عجنت من غير البيض كانت العجينه باظت معايا تماما، لكن الحمد لله انا كنت لسه ما عجنتش اهو. البيض اهون دولت 7 بيضات، لسه هجيب 2 كمان، بس دولت اللي كانوا في الطبق اللي انا شاريهم، وكان عندي 2 فجبتهم. فقلت هعمل ايه بقى، طبعا الحمد لله انا كنت لسه ما عجنتش، يعني لسه ما حطيتش اي سائل على العجينه بتاعتي، فعشان كده ربنا ستر الحمد لله. هبدأ بقى اكسر البيض، وهروح حاطه بقى اللبن اللي انا عملته ده باللون، بالريحه بتاعه البرتقال، بريحه جوز الهند، كل ده هحطه على البيض اهو. وهاجي ارب بايدي، لان انا ايدي مطرح العجين، هاجي ارب كده هلاقيه مهوس، يعني البيض لا جامد، يعني ما هوش مفكوك معايا وكده، انا عايزاه ينعم خالص، يبقى كله ان مندمج كله حاجه واحده. فاروح جايبه المضرب اهو زي ما قلت لكم، وهروح ضرباه اهو. هفضل اضربه كده لحد ما الاقي كله اندمج مع بعضه، اللبن مع البيض بقت سائل واحد ما فيه تفرقوش. هروح واخده بقى كل ده، وهروح عجنه بيه بقى العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. انا هنزل اهون بالسائل اللي انا عملته، وطبعا حطيت كيسين من الفانيليا على السائل ده عشان زفرت البيض اهو. هبدأ بقى، انا ما زودتش، يعني الكمية اللي قدامكم دي انا ما زودتش عليها معلقة واحدة بس من اللبن، ولا اي حاجة. هي الكمية اللي انا عملتها قدامكم دي اللي عجنت معايا العجينة، وطلعتها عجينة ناجحة ناجحة ناجحة. يعني حتى بعد كده بقى انا نسيته النهاردة واكتشفت ان الطريقة دي حلوة، ممكن بعد كده ما اعملوش الا بالطريقة دي. شوفوا بقى العجينة بقت عاملة ازاي، بقت عجينة تحفة تحفة تحفة، كان ناعمة وجميلة وبسم الله ما شاء الله. وشوفوا عاملة ازاي، ومحتاجتش عليها اي حاجة. طبعا عجينة البسكوت ما بتخمرش، لان مفيش فيها خميرة ولا فيها حاجة، هي كل الموضوع ان انا بس عم اظبط الصاجات والعجينة ترتاح، يعني ترتاح 10 دقايق كده ولا حاجة. وهبدأ بقى عم اعمل الصاجات واربط المكنة وكل ده. انا هعمله في المكنة طبعا، عشان كده العجينة تلاقيها تقيلة شوية، لكن لو انت هتعمليه بالكيس الحلواني هتبقى العجينة خفيفة شوية، يعني ايه سايلة شوية. فانا جبت المكنه، وانا بحب بسكوت المكنه، بيبقى خفيف قوي وبيبقى هش كده، وبجيب كميه كويسه وانا متعوده على، انا بحبه، يعني بحب البسكوت المكنه عن البسكوت بتاع الكيس الحلواني. هنبدأ بقى نحط كده في المكنة، واحط بقى في الصاجات، وهبقى مشغلة الفرن. حتى انا خبزته في فرن البوتاجاز، لان انتوا عارفين البسكوت عاوز نار هادية جدا، ما تكونش يعني مش هادية جدا، يعني هي نار هادية زي بتاعة الكيك كده، علشان ما يتحرقش، لان فيه سكر وفيه سمن وفيه كده، فممكن يتحرق بسرعة، يعني ما ياخدش، هو ما بياخدش وقت، وخصوصا ان هو رقيق برضه، يعني هو ما بياخدش سوى، انت بتحطيه وبتتابعيه. هبدأ بقى اعمل كل ده الصاجات دي، وطبعا الفرن بقى هسخنه الاول قبل ما اخبز فيه. هروح مسخناه علشان احط اخبز فيه البسكوت. لو انت بقى عندك فرن بالكهرباء هتظبطي درجة الحرارة برضو على 180. لو انت عندك الفرن العادي اللي هو الغاز العادي خالص ده، برضو زي ما قلت لك انت هتخلي الشعل بتاعه هادي جدا. واهم حاجة انك تتابعيه، لان البسكوت ما زي رقيق قوي، ما بي وفيه السكر كمان، السكر بيخلي الحاجة تاخد لون بسرعة. فهنبقى متأكد، يعني تبقى متأكدة ان عينك عليه علشان ما يتحرقش معاكي ولا يعمل اي حاجة. ولا فرش في الفرن، سكر مظبوط، سمن مظبوط، البيض طبعا مظبوط. ده شكل شوفوا حتى لونه كمان لونه جميل قوي قوي قوي. ما زودتش اي حاجة غير البيض اصلا برضو اداله لون، يعني زود صفاره. فما زودتش عليه اي حاجة. شوفوا بقى بعد ما طلع الشكل عامل ازاي. زي ما قلت لكم جابت كميه كويسه، 3 كيلو دقيق جايبين كميه حلوه. شوفوا لونه من تحت، انا بحب يكون واخد لون من تحت كده، لو بتحبيه بقى افتح من كده براحتك بقى، دي حاجه ترجع لك انت اه. شوفوا كل ده الصاج ما بيقعدش في الفرن، بتهيألي 6 دقايق 7 دقايق، ما بياخدش اكتر من كده اه.
وريحته طبعا بتملي ريحة البيت كله، ريحة حلوة، ريحة عيد، ريحة فرحة. يعني عمايل الحاجات دي في البيت أصلا فرحة. وخصوصا بقى الأطفال وكده، زي ما انتم شايفين أمريكان قاعد يدور المكنة. الأطفال بتحب الحاجات دي، واحنا الكبار كمان بنحبها. وطبعا في الغلا اللي احنا فيه لازم نعمل كل حاجة في البيت. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو بننزله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.